السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهاردة عندنا فيديو جديد وروتين جديد في شهر رمضان الكريم. النهاردة هنطلع الصيفي وندخل الشتوي مع بعض، وكمان هنعمل روتين جامد هنعمل فيه حاجة حلوة، وكمان هنحضر مع بعض الفطار. انا عارفة ان حد منكم هيقول لي لا، ده الجو خلاص قلب شتا تاني، بس خلاص احنا صيفنا مش هينفع ان احنا نشتي تاني. انا اصلا ملبسة اولادي تيشرت زيادة يعني تحت الهدوم، علشان لو جو برد بالليل يكون طبعا مأمنين نفسهم وفي تيشرت زيادة. الحمد لله خلصت اول ظرفة من الدولاب، وبعد كده دخلت المطبخ عشان اعمل حاجة حلوة لاولادي. عندي حلة كده حطيت فيها معلقتين من الدقيق، عليهم نص كوباية معيارية سكر، عليهم نص كوباية معيارية من الكاستر البودرة، وكمان عليهم معلقتين من الكريم شانتيه وده اختياري. قلبتهم كده وهنزل عليهم كيلو من اللبن. الدقيق عندي في الوصفة دي بيدي الملمس الكريمي للكاستر، والكريم شانتيه بيدي طبعا ريحة حلوة وطعم حلو، بس ممكن لو انتي مش عندك تستغني عنه. حطيت كده اللبن بتاعي وبعد كده هرفعهم على النار وهقلبهم بالمضرب لغاية لما القوام بتاعهم يتقل. طبعا احنا النهاردة هنعمل بسكوت بالكاستر بالموز. دي طبعا حاجة ساقعة، طبعا انتوا شايفين الجو بالنهار بيكون شديد في الحرارة، فعايزين حاجة على الفطار تكون حاجة ساقعة وفي نفس الوقت تكون مفيدة. وانا ما تكلفتش اي حاجة من برا. مثلا دي علبة البسكوت انا جايباها لابني عشان احنا طبعا صايمين، علشان يرضى يفطر بجايبه له علبة البسكوت دي. خدت منها 4 بكاوي، وعندي موز اللي انا وريتهولكم ده خلاص هو استوى خالص. طبعا هو لما يوصل للمرحلة دي اولادي مستحيل ياكلوه، مش عارفة اولادي زي اولادكم ولا لا، لازم يكون لونه اخضر علشان يرضوا ياكلوه. لو وصل للمرحلة دي ان هو استوى جامد ما يرضوش ياكلوه. طبعا هعمل ايه فيه؟ فقررت ان انا اعمل بيه وصفة النهاردة. جبت كده صينية غلفتها بالاسترتش راب كده من تحت، ولو انتي مش عندك الاسترتش راب ممكن تحطي كيس تلاجة، وممكن تستغني عن الخطوة دي خالص اصلا. بعد كده هجيب الموز قشرته، بعد كده هقطعه طرنشات بالشكل ده. طيب انا الموز ده اللي زي كده بحبه خالص، بس اولادي مش عارفة طالعين لمين، بس برضو كده هم كلوه. يعني حتى لو هم الحاجة مش بياكلوها ندخلها لهم في حاجة تاني خالص وبرضو هياكلوها. ده طبعا ذكاء الأم المصرية ان هي تضحك على أولادها وتحط لهم الحاجة اللي مش بياكلوها وتدريها لهم وياكلوها. والله لو قلت لكم ان هي عجبتهم اكتر حاجة في الدنيا مش هتصدقوا، مع ان فيها الموز اللي هم مش عايزينه. كده الكاستر خلاص كان تقل معايا، طفيت عليه وهجهز الصينية بتاعتي. شايفين القوام بتاعه كريمي ازاي؟ ده من معلقتين الدقيق اللي احنا حطيناهم فيه. احنا عايزين القوام بتاعه كده عشان هو لما يبرد هيتقل معايا. جبت الصينية ورصيت فيها البسكوت كده، وادهم يقول البسكوت بتاعي البسكوت بتاعي، قلت له زي بعض ما احنا كمان صايمين ولينا نفس ناخده منه. رصيته بالشكل ده، وبعد كده هجيب الموز ارصه وهرص كمان طبقة تاني من البسكوت فوقيه. ولو انت عايزة تعكسي تحطي الموز الاول وبعدين البسكوت وبعدين موز تاني ممكن تعملي ده، بس انا عشان الموز عندي ما كانش كتير حطيت الموز في النص. ممكن كمان تستغني عن الموز وتحطي تفاح، تحطي مانجا لو عندك، جوافة، اي نوع فواكه بتحبوه، ان شاء الله اناناس، بس بلاش بطيخ عشان عشان كده هيبقى اوفر. حطي اي فاكهة مش بيحبوها جوه عيالك وحطيها، وحطي عليها الكسر ده وشوفي طعمها هيبقى شكلها ازاي، خيال.
طبعا دي الصينية دي اتنسفت، وكمان في ناس ملحقتش منها، وان شاء الله هنكررها لهم تاني قريب. ودي حاجة سهلة، لا هنحتاج ان احنا نخمرها ولا هنحتاج ان احنا نحطها في الفرن ولا اي حاجة. مجرد ما حطينا الكسر على النار واستوى خلاص هنحطه في الصينية، وبعد كده هندخلها التلاجة ويبقى الحلو بتاعنا جاهز في اسرع وقت. وقولوا لي عاملين ايه في رمضان وفي الجو المتقلب ده. تحس اليوم الاربع فصول فيه، في شتاء وفي صيف وفي خريف وفي ربيع في نفس اليوم. كل الفصول في نفس اليوم تتكرر. طبعا بالليل بيكون برد، بالنهار بيكون حر وهوا. فسبحان الله مش عارفة ايه الجو ده. وده سبب غيابي عنكم طبعا. النزلة مع الجو المتقلب ده مش سايباني في حالي. الحمد لله. خلصت كده رص البسكوت وهنزل عليه بالكاستر بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. هسوي وش الكاستر وبعد كده جري ادخلها على التلاجة، علشان طبعا عايزين نعمل الفطار. عملنا الحلو الاول عشان يدخل وياخد راحته في التلاجة، وبعد كده هنشتغل في الفطار. في الوقت ده عايزة اشكر متابعة جميلة عندي. انا والله العظيم القناة دي استفدت منها الناس الحلوة اللي عندي، ناس جميلة وكلها اخلاق والله. في متابعة حلوة عندي، وهي اصلا الابلة بتاعت اولادي. عايزة اشكرها. كلامي معاها اخر مرة طبعا انا ما كنتش متحمسة اني انا اصور ولا اعمل اي فيديوهات، وبعمل الاكل ومش بفتح الكاميرا ولا اي حاجة. لكن كلامي معاها اخر مرة طبعا اثر فيا وحمسني ان انا نقوم تاني ونعمل فيديوهات. وبقولها شكرا لك يا ابلة نادية، وربنا يجزيكي خير يا رب. كده خلاص انا عندي ده كراميل جاهز. كان عندي من الكريم كراميل، عملت بيه اي تاتش كده من فوق. لو انتي عايزة تسيبيها سادة هيكون احسن. انا حطيت لها كده الكراميل وبعد كده عشان بس يديها شكل من فوق. لو انت عايزة تزينيها بأي حاجة تانية عندك ممكن تزينيها. طبعا ده شكل الكراميل. هي طبعا يدوب دافية، فالكراميل بيجي شكله كده تحسوها مكرونة بشاميل، مش عارفة والله. بس طعمها خرافة. يا ريت تجربوه وتقولي لي رأيكم في التعليقات. دلوقتي جاء وقت تحضير الفطور. هنعمل ايه النهاردة هنعمل صينية نجرسكو، وكمان هنعمل صينية بطاطس. كده جبت بصلتين حطيتهم على النار، حطيت لهم معلقتين سمنة، وبعد كده حطيت لهم ملح بشطة وفلفل اسود، قلبتهم كده كويس. حطيت لهم كمان معلقة كزبرة ناشفة. وعندي نص كيلو من الفراخ بانيه. انا كنت هعملها بانيه بس النهارده طلعت في دماغي ان انا اعملها صينيه مكرونه بالفراخ. قطعتهم كده طرنشات وهنزلهم كده. في ناس بتحب تحط الفراخ الاول، بيقولوا عشان تنزل ميتها والكلام ده، لكن انا بحب اشوح البصل الاول، لاني مش بحب لما اجي اكل يكون البصل ناشف شويه في بقي. مش بحب الحركه دي، فلازم ادبل البصل الاول. بعد كده نزلت عليها فلفل اخضر، دول فلفلتين قطعتهم كده وهسيبهم يعيشوا مع نفسهم. حطيت لهم كمان جوز الطيب وهقلبهم. هكمل باقي الوصفة بتاعتي برضو على البوتاجاز. طبعا مش هنوقف على كل أكلة لوحدها لغاية لما نخلصها. طبعا لازم وبالذات في رمضان ان احنا ننجز، علشان الوقت خلاص من بعد العصر بيكون الوقت قليل خالص، فلازم ننجز بدري بدري. حطيت كده رشة جوز الطيب وهقلب فيها، وحاطة حلة اهي جنبيكم اهي زي ما انتم شايفين على النار علشان اسلق فيها المكرونة. خلاص هي داخلة على السوا. دلوقتي هعمل البشاميل. حطيت 4 مكعبات من الزبدة
زي ما انتوا شايفين كده. وعندي 4 ملاعق من الدقيق. نزلت الزبدة وهسيبها تسيح شوية، وبعد كده هنزل عليها بالدقيق. في ناس بتحب تعمل البشاميل على البارد. انا بصراحة عمري ما جربته اللي هو على البارد. طبعا نكهة الدقيق لما يكون متحمر في الزبدة ده بيديله طعم تاني. كمان عمري ما جربت الاكياس اللي هي جاهزة بتاعت البشاميل دي. بحس طبعا الحاجة اللي هي اصلية اللي اتعملت من الاول هي اللي طعمها بيكون احلى. والاكياس دي طبعا بيكون ليها توابل، بيتحط لها توابل، واحنا التوابل دي عندنا في البيت وممكن نحطوها للبشاميل بتاعنا. ولازم لو انتي بنوتة ولسه ما بتعرفيش تعمل البشاميل، التركاية ان انتي لازم 4 ملاعق السمنة او الزبدة يكون عليهم 4 ملاعق من الدقيق. عملتي 5 ملاعق من الزبدة او السمنة يكون عليهم 5 ملاعق من الدقيق. لازم السمنة او الزبدة يكون على قد الدقيق بالظبط. هنقلبهم كده لغاية لما يطلعوا ريحة. طبعا احنا مش هنحمرهم لغاية بس الريحة بتاعتهم ما تطلع اهو بالشكل ده. بعد كده عندي لتر من اللبن ساقع، لازم يكون ساقع، ما ينفعش يكون سخن. عندي في التلاجة طلعته، نزلت كده على البشاميل وانا بقلب. طبعا انتوا شايفين هنا الفراخ اهي على العين التانية بقلب فيها كل شوية. علشان انجز لازم اعمل كذا حاجة، وبالذات المكرونة دي. خلاص حطيتي حلة، عملت البشاميل، عملت الفراخ او اللحمة، خلاص هي خلصت معاكي كده. انا حطيت زيتون على الفراخ، ودي حاجة اختيارية لو انتي عايزة تعمليها اعمليها، بس طعمها طبعا في المكرونة مع الفراخ بيديها طعم حلو خالص. دي عندي المكرونة، وانا بتعمد اني اخلي المكرونة اخر حاجة عشان ما تنشفش معايا. يا ريت تخليها اخر حاجة علشان تكون مفرفطة كده وانتي بتحطيها في الصينية، ما تكونش بردت ومسكت في نفسها. انا عملت هنا كيلو من المكرونة علشان انا هعمل صينية كبيرة علشان تكفي معايا النهاردة وبكرة. علشان الاكل ده طبعا مش كل يوم انا هعمل اكل، لا، اعمل النهاردة اكل يكفيني لبكرة، وبكرة اعمل حاجة ورايا. ما عنديش حاجة ورايا في البيت، خلاص امسك المصحف واشوف ايه ورايا من العبادة اعمله. امسك اوضة زي ما انا عملت مثلا النهاردة، طلعت مثلا اللبس الصيفي. كل يوم لازم هتلاقي اي حاجة وراكي هتعمليها في الشقة، فياريت نعمل الاكل يكفينا يومين. ممكن في اليوم التاني ندلع الاكل شوية ونزود عليه صنف تاني، يعني يكون وسط الاكل ده نوع جديد يحمسنا ان احنا ناكل الاكل الباقي. دلوقتي هعمل صينية بطاطس، هي المفروض ني في ني، بس انا ما بحبش زي ما قلت لكم البصل يكون ناشف، فبدبل البصل الاول وبعدين حطيت عليه فلفل وبعدين حطيت عليه البطاطس. هو المفروض في الوقت ده اني انا احط مثلا توم، بس طبعا ما كانش عندي توم جاهز فحطيته في الاخر. قلبتها كده صينية البطاطس. وعندي طماطم، ما تتكلموش معايا بقى، انا عندي طماطم عندي طماطم عصرتها بالخلاط وهنزل على البطاطس بتاعتي. النهاردة بعد ما هنفطر الاكل المتين ده عندنا رحلة بحث طويلة عن لبس العيد. قولولي انتوا ايه عاملين، جبتوا لبس العيد ولا لسه؟ وايه رأيكم في الاسعار؟ الاسعار خيال. الاسعار يعني القطعة الواحدة كد قطعتين من السنة اللي فاتت. ربنا ان شاء الله يصبرنا على الغلاء والبلاء اللي احنا فيه ده. قلبتها كده بالشكل ده، وبعد كده هحط لها التوابل بتاعتها. هخليها على البوتاجاز لغاية لما تاخد معايا غلوة والتانية، وبعد كده هدخلها على الفرن. حطيت لها كده فلفل اسود، حطيت لها برضو ملح بالشطة، بس كده. وبعد كده هغطيها تاخد كام غلوة معايا على البوتاجاز، وهعمل جنبيها المكرونة بالبشاميل. ده شكلها اهي. اول ما غليت هديها غلوة والتانية، وبعد كده ادخلها الفرن لغاية لما احضر صينية المكرونة. كده صينية المكرونة اهي. حطيت كده
شوية من البشاميل. شايفين المكرونة عشان لسه مسلوقة، طبعا اللي بيسلقها اول حاجة عارف الحركة دي. نزلت كده نصف الكمية، بقلبها كده في البشاميل علشان كل حاجة تاخد من بعضها. واحنا عاملين قبل كده المكرونة بالبشاميل، بس طبعا باللحمة المفرومة، لكن دي نجرسكو. طبعا كل حاجة ليها اسم، بس هي زي ما احنا متعودين عليها مكرونة بالبشاميل، بس دي بالفراخ فاسمها نجرسكو. حطيت كده الفراخ اهي بالشكل ده، فريتها طبعا عشان كل اللي ياخد قطعة لازم يكون فيها فراخ. الفراخ دي على فكرة والمكرونة اتبقت معايا منها الفراخ، ان شاء الله هنعمل بيها حاجة تاني، اكلة جديدة تاني يوم، او هحشيها في سمبوسة. والمكرونة تفضل منها، انا عندي صلصة في التلاجة ممكن احط عليها صلصة. قلتلكم اني انا لازم تاني يوم اعمل اكل مختلف. وده هو البشاميل بتاعي، شايفين شكله حلو ازاي وكريمي ازاي. هغطي الوش بتاعي كله بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. على الوش انا مش هحط لها بيضة مع البشاميل، انا هسيب البشاميل كده كريمي فيها وحط لها جبنة موتزاريلا، هميزها طبعا عن المكرونة بشاميل. حطيت على وشها جبنة موتزاريلا، طبعا الجبنة دي ساحت وخدت لون، والبشاميل تحتها لسه كريمي، فطبعا ودى المكرونة في حتة تاني خالص. الوصفة دي ناجحة معايا وطعمها جميل، يعني من صدر فرخة ممكن نعمل صينية حلوة زي كده ونجدد في السفرة بتاعتنا. خلاص كده المكرونة خلاص جهزت معايا، والبطاطس خلاص هدخلهم هما الاتنين الفرن، وبعد ما يطلعوا من الفرن هوريكم شكلهم عمل ايه. النجرسكو خلاص اهو جاهز معايا، ودي صينية البطاطس، الصينية المحترمة اللي تربينا عليها. ده الفطار بتاعنا، مش لازم تكون سفرة مليانة من كل الأصناف، أكلتين يغنوا عن أي حاجة. بعد ما فطرنا طلعنا الحلو اللي احنا عاملينه من بدري، ومسك نفسه كده في التلاجة وشكله حلو كده، وقطعته بالشكل ده. طبعا دي حاجة باردة، الأيام دي عايزين حاجات باردة، جيلي، مهلبية، حاجات زي كده، طبعا بجانب حلويات رمضان. قطعتها كده بالشكل ده، بس دي تغيير مش اكتر. اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا مش هقولكم على طعمها خطير ازاي، والاولاد حبوها ازاي وكل واحد عايز قطعتين، وطبعا انا مقطعه لهم قطعه كبيره وبرضو كلوها وبيقولوا عايزين تاني. ايه رايكم؟ يا ريت يا ريت تجربوها وتقولوا لي طعمها ايه. بعد الفطار وبعد الحلو انا خلاص مشيت، رحت نجيب لبس العيد. في واحده خدت القناة استعارتها مني وصورت لكم المقطع ده، وقلت لها والله لا انا منزلاه. دي بنتي اسمها خلود، طبعا اكيد معظمكم عارفها. طبعا بعد الوقفة في المطبخ دي النهار كله لازم هي تستلم المطبخ الفترة التانية، فترة المواعين، لاني انا مش خلاص مش هينفع بالليل كمان اغسل مواعين. لا انا خلاص خرجت اجيب لبس العيد، وهي اللي مسكت المطبخ بعدي، شطب المطبخ وتسلموني تاني يوم نظيف. بتقولوا لي ليه مش بتساعدك بالنهار؟ لا هي بتساعدني لما بتكون موجودة، لكن لو هي عندها درس او بتذاكر خلاص انا بعمل مع نفسي. عايزاكم تكتبوا لها في التعليقات، هي بتقرا طبعا كل التعليقات، وتقولوا لها يا خلود صوري مع ماما بس بعد الامتحانات ان شاء الله، علشان تشجعوها كده تشتغل معايا وتصور معايا في الفيديوهات اللي جايه. علشان بتقترح عليا اقتراح، بتقول يا ماما عايزين نجيب غسالة اطباق. طيب ليه يا جماعة نجيب غسالة اطباق؟ الرغوة اللي انتوا شايفينها دي ما تشجعش اي حد ان هو يقوم يغسل المواعين بتاعته.
وغسالة الأطباق مهما تحطي فيها مواعين لازم في مواعين مش هينفع تدخل فيها. فالحمد لله احنا ايه نغسل على ايدينا. شايفين الحركات بتاعتها؟ ده كله ده التصوير بتاعها وبتليفونها. خلاص خلصت المواعين. انا في الوقت ده كنت بشتري لبس العيد، وطبعا ما عرفتش اصور لكم لان الدنيا زحمة طريقة مش معقولة. الحمد لله ان احنا قدرنا نحصل حاجة من لبس العيد. لو وصلت لغاية هنا في الفيديو ما تنسيش تحطي لي اللايك، وتحطي طبعا لايك تاني الخلود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.